بسم الله الرحمن الرحيم. حلقتنا النهارده هتكون مختلفة جدا عن تخريط الملوخية. هقولك على طريقة بقى تكون سهلة جدا ومتتعبيش فيها خالص. أول حاجة بنجيب الملوخية وبنبتدي إن احنا نقرطفها، ويا سلام لو تسيبي بقى حتة كده من الجذور بتاعتها كده عشان تديكي عرق كده وانتي بتعمله، بيبقى طعم الملوخية معاكي أحلى. هنغسل الملوخية غسلة كويسة. بعد كده هبتدي نحطها على مصفى تتصفى من المية. بعد كده هبتدي إن أنا أفرشها كده على حتة قماشة أو فوطة، وهسيبها بقى لحد ما تنشف خالص. اهم حاجه لازم نسيب الملوخيه بتاعتنا كده تنشف معانا كده، يا اما تحت المروحه وهي كده نشفت معانا كده خلاص. هبتدي بقى ان انا اجيب كيس من اكياس التلاجة، وهعبي الملوخيه دي في قلب الكيس. صدقيني الطريقه دي عجبتني جدا، واحلى بقى ما تتعبي نفسك وتقعدي تخرطي بقى كده في قلب الطبق وتوسخي الدنيا. لا لا، الطريقه دي جميله جدا. انا عبيت الملوخيه في قلب الكيس. هبتدي ان انا اضغط كده بحيث ان انا اطلع الهواء خالص من قلب كيس الملوخيه زي ما انتم شايفين بالطريقه دي. بعد كده هبتدي ان انا اربط الكيس عقده واحده كده. طيب الكيس هنا بردك فيه هواء، يعني احنا بردك لو هنضغط عليه كده فيه هواء. لو انا هنا خرطت بالملوخيه خرطت كده الملوخيه، الهوا هنا هتتخرط عادي، بس الهوا ممكن يضايقك شويه. هنا جبت دبوس وابتديت ان انا كده عملت فيه فتحتين عند الحته اللي انا كنت رابطه فيها من فوق، وابتدي ان انا كده اطلع الهوا زي ما انتم شايفين بالطريقه دي. وهو كده جاهز بقى معانا عشان نخرط الملوخيه. هجيب بقى المخرطه وابتدي ان انا كده اخرط الملوخيه. عايزه اقول لكم ان الطريقه دي بتبقى اسرع كتير، وصدقيني اسهل ما كنا بنخرط الملوخيه على الطبق. يعني هنا بصوا، خرطتين تلاتة هتبص هتلاقي ان الملوخية معاكي ابتدت تنعم معاكي. هي كل المشكلة ان انا بقلب الكيس على كل جنب، يعني بص بخرط هنا كده شوية واروح قايماه على قلبها على الجنب التاني. اخده مرة بالطول ومرة كده بالعرض عشان اتأكد ان الملوخية معايا من كل جهة هي اتخرطت معايا. لو تاخدوا بالكم كده كويس هتلاقوا ان الملوخية ابتدت تنعم معانا. وبصوا بقى احلى حاجه ان انا كده المخرطه بتاعتي نظيفه والبلانشه بتاعتي كمان نظيفه. بصوا انا بس بقرب لكم كده على الكاميرا، وخلال دقيقتين بالظبط بتكون الملوخيه معاكي اتخرطت. حتى لو المخرطه بتاعتك تلمع شويه ولا حاجه ولا تسني ولا اي حاجه خالص، مجرد ان انت بتضغطي كده بس كده على الكيس، هي صدقيني بتنعم معاكي وبتبقى زي الفل. والله ما خدتش معايا غير دقيقتين وكانت الملوخيه معايا خلاص كده نعمت خالص. طبعا بصوا هي بتبان اهو، كل ما بقلبها كده من الكيس شايفين، تحس ان هي كل مدى ومدى بتنعم معايا. المهم ان انا بقلب الكيس مره على الناحيه دي ومره على الناحيه التانية، مره على الطول كده ومره على العرض، عشان اتاكد ان الملوخيه معايا كلها بقت ناعمه معايا. بخرط فيها على حسب ما انا عايزه. طبعا في ناس بتحبها تبقى خشنه شويه، في ناس بتحب تكون ناعمه قوي قوي قوي، على حسب ما انت حابه. بصي بقى شايفين بقى المخرطه اهي زي الفل اهي نظيفه. هبتدي بقى ان انا كده انزل في الكيس كده من تحت لو في حاجه كده من فوق، وهجيب المقص اقص بس الحته اللي هي من فوق دي. ونبصي بقى كده على الملوخيه، يا سلام، اتخرطت اهي وفي منتهى الجمال. طبعا انا بقى لو هروح اعملها كده على طول بقى كده على الحله هنزلها كده من الكيس على قلب الشوربه. طبعا بس عشان اوريكم بس الملوخيه بتاعتنا عامله ازاي حطيتها لكم في قلب الطبق. شايفين بقى عامله ازاي ناعمه اهي وزي الفل. هو ده انا بحب بصراحه تكون ولا تبقى ناعمه قوي قوي ولا تبقى خشنه خالص، انا بحبها تبقى في المستوى ده. هي كده بصوا بقت جاهزه معانا اهي صدقين، ودي البلانشه بتاعتنا احنا عملنا عليها نظيفه. ايه رايكم بقى؟ متهيألي اسهل من كده مفيش. جربيها صدقيني هتعجبك جدا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.